الجمعة اللي فاتت صحينا على زعيق وخناقة مولعة بين أمي ومرات أخويا. مرات أخويا قررت تقوم الصبح بدري تشغل المكنسة الكهرباء، وصوتها كان عامل زي طيارة حربية نازلة في الصالون. أمي كانت نايمة، بس أول ما الصوت دخل ودانها قامت زعقت وقاللها هو مفيش راحة في البيت ده؟ التانية ما سكتتش، لقحوا على بعض بقى، اللي تقول دي وهي بتعمل المحشي بتسيب الرز على المحشية من بره، والتانية ترد وانتي ده انتي بتحطي الشبشب في التلاجة. المهم رحت صحيت اخويا عماد وقلت له قوم يا عم، امك ومراتك هيضربوا بعض بالسجاجيد. عماد قام بس قعد يشرب شاي الاول واستنى لما يخلصوا في خناقه خالص، وبعدين طلع لمراته وخد منها المكنسه وقال لها ما تزعليش نفسك يا روحي، شغل بيت يوم الجمعه، لا انتي مش مخلوقه للبهدله دي. نزل عند امي وقال لها ادي المكنسه اهي يا حاجه، والله ما تطلع شقتي تاني. وقال لها هو انا عندي كام ام اتجوز كل يوم، انما ام اجيب منين؟ امي دمعت وقالت له ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. قال لها انا خايف عليكي يوم القيامه، الشتايم اللي بتشتميها لمراتي ممكن تقفلك في اخرتك. قالت له ما هي لسانها طويل. قال لها يا شيخه سيبيها تدخل النار، هي الدنيا والاخره علينا يعني، انا وانتي باذن الله في الجنه، انا مستحملها عشان العيال وانتي عارفه. وبعدين قال لها السيئه لازم تكفري عنها، يا اما تتاسفي لها يا اما تطلعي صدقه. بصت له وقالت لا مش هتاسف. قالها يبقى صدقه. قالت له ماشي وماله. فقال لها عماد طب ما نجيب واحده تنظف البيت ونديها اللي فيه نصيب وتبقى صدقه مخفيه برضه. قالت له ماشي يا ابني بس اسمعني، مراتك ما تحطش مليم في الصدقه دي. طلع عماد لمراته وقال لها بصي اول واخر مره الايدين الحلوه دي تمسك مكنسه يوم الجمعه، هنجيب واحده كل جمعه تنظف وانتي تقعدي زي الهانم. النهارده الجمعه اللي بعدها البنت اللي هتنظف جت. امي قاعده بتدعي لعماد شوف اخوكي بيفكر في دنيتي واخرتي وانت هتموتني بجلطه. وفوق مراته بتقول له ربنا يخليك ليا، شايل عني التعب ورايح تجيب لي شغاله كمان. قولوا لنا في التعليقات مين شايف ان عماد ده راجل ذكي ولا هو بيلم الموضوع من تحت لتحت. ونسألك يا رب هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال ورزقا من حيث لا نحتسب وحياة مليانة بذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.